اتعلم ازرع جميع الخضروات فوق سطح بيتك، ما تسيبش سطح بيتك فاضي. كل اللي عليك ان احنا هنحتاجه حوض بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. لو ما عندكش حوض بتقدر تزرع في قصيصات، لو ما عندكش قصيص بتقدر تزرع في اي شكاير. لو حابب ازاي تعمل شكارة بدون ما تغرم اي درهم او اي جنيه، اكتب لي في الكومنتات تم وانا هبعت لك الرابط بتاع الفيديو. وبنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده دي بذور الفجل. انا دلوقتي هنزرع مع بعضينا في الحته اللي انتم شايفينها دي. انا جهزت المكان، وعلشان تنجح معاك صلى على النبي فانت لازم تجيب تربه طينيه مع رمل، وتبدا تظبط المكان اللي انت هتزرع فيه صلى على النبي علشان تضمن معاك نمو تخدير. طبعا الفجل بيعمل روس تحت الارض، يعني بيعمل روس كبيره، فانت لازم ما تغزرش. فاحنا هنبدأ نزرع دلوقتي، وركز معايا في الطريقة. فانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده انا هبدأ دلوقتي ازرع، واخلي بين كل بذرة وبذرة حوالي سنتي واحد بين كل واحدة وواحدة، يعني ما تكترش. زراعة الفجل غير زراعة الجرجير. الجرجير بينمو بسرعة، مش بيعمل روس تحت الأرض، إنما الفجل بيعمل روس تحت الأرض صلى على النبي. فأنت لازما تخف إيدك على الآخر، ما تغزرش، وازرع في أي حتة. لو حابب تزرع في حديقتك أو في أي حتة ازرع الفواكه وازرع الخضروات. أنا أدهم وهنزرع جميع ما تشتهي الأنفس فوق سطح بيتك، ما تسيبوش فاضي. بعد كده هنبدأ نخربش التربة بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده، بس حاول ما تلمهمش كلهم في حتة واحدة. وبعد ما تخربش كده، ولازم تغطي سطح التربة، لازم يكون في حرارة يا جماعة. وبعد كده بتبدأ ترش رشة خفيفة على سطح التربة علشان ما تبينش البذور اللي احنا لسه عاملينها صلى على النبي. وهتبدأ ترويها روي حلو، ما تسيبش حتة غير انت رششها. وبعد انا اضمن لك بعد مرور 10 ايام او 7 ايام بالظبط، اسبوع، هتلاقي النمو خضر معاك. وبس كده، وصلى على النبي.